راح نبلش بأجيال الحاسوب. أول شي المفهوم هنا إنه جاي يقول لي ما تطور الحاسوب بين ليلة وضحاها، بس هو عدى بمراحل حتى وصل لي اللي إحنا للتطور اللي إحنا جاي نشوفه. أول نشأة الحاسوب كنا نستخدم جيل، كلمة الجيل حتى نميز بين هذا الحاسوب وهذا الحاسوب. زين. ف اليوم احنا ما راح نقيم الحاسوب فقط من حيث تعداده بالجيل، ولكن حتى البرامج اللي المستخدمة بها أو الأنظمة. أجيال الحاسوب عندي 5، تتقسم مراحل تطور الحاسوب إلى 5 أجيال تبعا للطريقة مال البناء والوقت اللي انتشرت فيه. هنا أنا عندي حواسيب الجيل الأول المهم بها التواريخ والمميزات، هذه من خلالها راح أعرف هذا حاسوب يا جيل. التاريخ هنا أنا عندي مهم وكان يستخدم في البحوث والبحوث العلمية والعمليات الحسابية والمهام العسكرية. مكوناته مهمة هنا عندي إنه هو اعتمد على الأنابيب المفرغة والدوائر والأسطوانات المغناطيسية. زين. وهنا الإدخال في هذا الحاسوب كان عن طريق البطاقة المثقوبة والأشرطة الورقية، والإخراج من عنده كان شنو؟ الإخراج هو عن طريق المطبوعات. زين. واعتمد لغة الآلة. اللغة هي اللي تعتبر الأولى اللي يسموها المستوى المنخفض. زين. اللي تتبنى النظام الثنائي. احنا درسنا النظام الثنائي ودرسنا هذا الحكي كله في الملزمة أتوقع الرابعة. فهذا كله عبارة عن مميزات، ممكن يجيب لي إياها ويقول لي هاي المميزات ليا جيل، فإحنا لازم نعرف إنه هي راح تكون للجيل الأول. ما أعرف إذا محذوفة المميزات أو والمشاكل، ولكن راح أشرحها. المميزات إنه هي استخدمت هذه الصمامات المفرغة كشنو؟ إنه راح تكون إلكتروني لها، واتطورت هذه الحواسيب الإلكترونية الرقمية، وهي تعتبر من أسرع الأجهزة في تلك الفترة. يعني على تلك الفترة كانوا يعتبروها هي أسرع شيء، تقاس سرعتها بالملي ثانية. هذه مهمة. من هو جيل الحواسيب الذي يقاس بالملي ثانية؟ هو الجيل الأول. مشاكلها إنه هي كبيرة الحجم، ثقيلة، وتتطلب غرفة خاصة، وما أقدر أنقلها، ومستخدمة مخصصة لاستخدام تجاري، أكيد غالية الثمن، ومو أي شخص عادي يقدر إنه يقتنيها. والصمامات المفرغة راح تسبب لي حرارة، فهي راح تستهلك طاقة كهربائية، وراح تحتاج إلى تبريد حتى نحافظ عليها إنه تبقى إلى وقت أكثر، وما نقدر نستعملها إلا متخصص، لأن راح تكون شنو؟ راح تكون مو سهلة الاستخدام، معقدة نوعا ما. راح نجي إلى حواسيب الجيل الثاني. أيضا السنين مهمة، وهنا وين أول مرة استخدمت؟ في مجال الصناعة، الطاقة الذرية والطاقة النووية وغيرها من المجالات التجارية. زين. هنا بهذا الجيل استبدلوا الصمامات اللي كنا نستخدمها بالجيل الأول بالشنو؟ الترانسستورات. فهنا النوع اللي هي النواه المغناطيسية. فإذا قال لي وين أول استخدام للنواة المغناطيسية، راح أقول له بالجيل الثاني. زين. واستخدموا الذاكرة الأولية للأشرطة المغناطيسية والأقراص المغناطيسية للذاكرة الثانوية. زين. بس هو لا يزال يعمل عن طريق شنو؟ البطاقات المثقوبة والأشرطة الورقية، والإخراج منها أيضا بقى على المطبوعات، حال الجيل الأول. زين. وبهذا الجيل تم تطوير مفهوم وحدة المعالجة المركزية ونظام الدفعات ولغات البرمجة. زين. والذاكرة المؤقتة اللي هي الفلاش ميموري، العفو، الذاكرة المؤقتة مو الفلاش ميموري، ووحدات الإدخال والإخراج مثل الأقراص المغناطيسية وآلات الطباعة. وهذا الجيل شنو يعتبر؟ هو الجيل الأول البرامج اللي يتم تخزينها بالحاسوب. زين. اللغة هنا اللي يستخدموها تسمى لغة التجميع بدلا من لغة الآلة. وظهرت بعدين في فترة أخرى ظهرت عندي لغة عالية المستوى. المميزات هنا نستخدم لي الترانزستورات بدل الصمامات المفرغة، واستخدموا لي الشرائط والأغراس المغناطيسية حتى يصير عندي تخزين، لأنه ما كان تخزين بالجيل الأول. سرعة التنفيذ ازدادت. وهنا الوحدة عندي تقاس بالميكرو ثانية، هذه مهمة، وهو أصغر بالحجم وتستهلك طاقة أقل وأكثر متانة من الجيل الأول. استطاعوا المبرمجين إنه ينتقلون من لغة الآلة إلى لغة التجميع. زين. هذا يسرع لي التعامل ويا الحاسوب. أما المشاكل فهي حجمها الكبير، وأيضا تتطلب غرفة وتتطلب تبريد ومقابلة للنغص، وأيضا غالية، وأيضا مو أي شخص عادي يقدر يقتنيها. ولا يزال إنه يستخدموا لي بالبطاقات المثقوبة والأشرطة الورقية وهذه الأمور. زين. رح نجي إلى الحواسيب الجيل الثالث. السنة مهمة، وهي كانت نقلة نوعية. فإذا قال لي ما هي الحواسيب التي كانت نوعا شنو؟ نقلة نوعية كبيرة في عالم الحواسيب، لأنها أصبحت شنو؟ يعني هنا هاي مميزات راح نلقاها أيضا بالمميزات، إنه هي أصغر حجم وتعامل وياها بسيط، ونستخدمها في أغلب المجالات، مثل تصنيع الأجهزة الراديو وهذه الأمور. من أهم مميزات هذا الجيل هي إمكانية المشاركة. قمنا نشاركها من خلال شبكات الحاسوب، أو ما يعرف بالإنترنت، شبكة الإنترنت. وهذا الجيل تم استبدال
الترانزستورات بالدوائر الإلكترونية المتكاملة. زين، هنا أنا عندي بدأت يصير عندي هنا لوحة مفاتيح بدلا من البطاقات المثقوبة، ونقدر نشوف شو اسمه المخرجات على الشاشة على السكرين بدلا من حاجة إلى طباعتها. وهنا أنا عندي أنظمة للتشغيل والبرامج. هنا أنا نقدر عندي ذاكرة وبسرعة هائلة، وبأجزاء من الثانية إنه يعالج لي ويوزع لي شو اسمه تايم شيرنج، يعني راح يوزع لي الوقت على البرنامج ونقدر ننفذ أكثر من أمر. كلها كانت بدلا من إنه كلها كانت شنو كل وحدة على يعني وقت معين. هنا أنا عندي هذا الجيل ظهرت بي لغة تسمى يعني لغة المستوى العالي. زين، وظهرت بي إصدارات جديدة. الإصدارات همين للاطلاع، هذه صورة للدوائر الإلكترونية المتكاملة الآي سي. هنا المميزات قلنا إنهم استخدموا الدوائر المتكاملة، واستخدموا لوحة المفاتيح وتدخل البيانات والعرض على الشاشة، وإمكانية تشغيل عدة برامج في وقت واحد، وسرعة بالتنفيذ. بس هي تستهلك شنو طاقة أقل، طاقة كهربائية أقل، وتكون أرخص، وتتطلب صيانة أقل، وأصغر بالحجم، وأخف بالوزن. يعني هذه هي كلها مميزاتها. أيضا اللغات لغة شو اسمه البرمجة العالية هذه مهمة. والمشاركة بين الحواسيب، هي أول حاسوب ظهر به المشاركة بين الحواسيب عن طريق شبكة الإنترنت. هنا أنا عندي مشاكلها إنه هي لا تزال بحاجة إلى تكييف وهواء. ليش؟ لأنه هي تنتج حرارة. زين، المستخدم هنا بحاجة إلى إنه يتعلم، لأنه هي تكون معقدة. وصيانتها، صيانة هذه الدوائر تكون مو سهلة. راح نجي إلى حواسيب الجيل الرابع. السنة مهمة، وهي كانت الأولى من نوعها، صممت للاستخدام الشخصي. فما هي الحواسيب التي صممت للاستخدام الشخصي؟ هي حواسيب الجيل الرابع. تميزت بواجهة رسومية سهلة الاستخدام، ويمكن نتعامل وياها من خلال شنو الماوس الفارة. وكانت رخيصة، يعني ثمنها كان رخيص، ويمكن وضعها على الطاولة أو مكتب. زين، وأيضا نتواصل عن طريق الإنترنت. ونشأت شركة عملاقة يعني بمجال تصنيع المعالجات الدقيقة. زين، مثل انتل وغيرها، بالإضافة إلى شركة المايكروسوفت، واللي ابتكرت لي نظام تشغيل الأبل والويندوز. زين، إذا قال لي من هو اللي ابتكر لي أو في أي جيل الأبل والويندوز، أقول له المايكروسوفت في الجيل الرابع. ابتكرت لي نظام التشغيل أيضا اللي هو الماكنتوش. هنا بهذا الجيل استخدموا تقنية الدوائر المتكاملة ذات نطاق واسع VLSI. هنا راح تتكون عندي من آلاف الدوائر الإلكترونية، ومن آلاف الترانزستورات المرتبطة بها عن طريق وحدة المعالجة المركزية اللي هي شو اسمه السي بي يونت، اللي موضوع على شنو رقائق إلكترونية اللي هي electric chip. وهنا مصنوعة من مادة السيليكون اللي راح تشكل لي شنو بنهاية المعالج الدقيق. هنا أنا عندي ذاكرة الوصول العشوائي في هذا الجيل موجودة، RAM، اللي هي شنية، اللي هي حلت مشاكل الذاكرة للنواة المغناطيسية. وكانت هي هاي ذاكرة الوصول العشوائي أسرع، وحجمها يعني أكبر يعني، ووحدات تخزين من هذه الوحدات اللي هي كانت أصغر. زين، وأصبحت أصغر وأكثر سعة، يعني صغيرة بالحجم ولكن سعتها تكون كبيرة. بهذا الجيل أيضا ظهرت عندي لغات برمجة جيدة عالية المستوى. أيضا المميزات اللي عندي إنه ظهر أول معالج دقيق وأنظمة تشغيل بواجهات رسومية. وأيضا هي ما كانت قبل يعني محصورة في مجالات محددة. هنا لا نقدر استخدمها، خفيفة الوزن، أقدر أنقلها، نوعا ما تكون حرارتها مو نفس ذنيك، وما تتطلب يعني تكييف في أغلب الوقت، وتكون رخيصة وأي أحد يقدر يشتريها، ونادرا ما تتطلب صيانة، وتكون أسرع من الأجيال السابقة، وأقدر أشارك البيانات عبر الإنترنت، وتستهلك طاقة كهربائية أقل. وعندي يعني لغات بالبرمجة تكون مستواها أعلى. مشاكلها إنه هي كانت بحاجة إلى أنه يعني إلى تقنية متقدمة من الدوائر المتكاملة، وأحدث تقنية مطلوبة لتصنيع المعالجات الدقيقة. يعني مشاكلها أشياء بسيطة. نجي إلى حواسيب الجيل الخامس اللي هي بدأت من سنة 1980 وحتى يومنا هذا. أصبحت حواسيب متينة جدا، سرعتها هائلة، سعة التخزين كبيرة، ومتوفرة بأشكال وأحجام وأنواع يعني وقياسات مختلفة. زين، يعني تتناسب ويا الحاجة اللي يحتاجها المستخدم، بالإضافة إلى ابتكار الحواسيب المحمولة. زين، اللي نقدر نستخدمها إلى بضعة ساعات بدون كهرباء. زين، أيضا هنا راح نستخدم بها الذكاء الاصطناعي في برامج في برامج الحاسوب، مثل الألعاب والمعالجة وتحليل الصور، الفيديوهات، وهذه الأمور. هذه مهمة النقطة.
هنا بهذا الجيل أصبحت أغلب الآلات تحتوي على مكونات مصغرة بداخلها، تعتمد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، مثل الروبوتس، مثل الطيارات، السيارات، وهذه الأمور، إنه نقدر نستعمل الذكاء الاصطناعي. زين هنا آلية عملها إنه هي نستخدم بها تقنية ULSI، هي يعني بها ملايين من الترانزستورات على رقائق إلكترونية واحدة مصنوعة من مادة سيليكون. وعندي هنا أيضا ذاكرة الوصول العشوائي ال RAMS اللي هي، والأقراص الصلبة الهارد ديسك، الهارد درايفز اللي هي شنو أصبحت ساعتها سعتها وسرعتها يكونن أكبر. زين مميزاتها إنه أقدر أستخدم بها الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام أكثر من معالج ومعالجة كمية أكبر من البيانات، وأقدر يعني تكون هي أسرع من هذينيك الأجيال، سعتها كبيرة جدا في التخزين، وهي تكون أصغر وأخف بالحجم. أما مساواها فهي خوف المواطنين إنه يخسرون وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي. زين وتستخدم أيضا للتجسس، والاعتماد هنا الكلي كان على الذكاء الاصطناعي، فهذا ممكن يسبب لي كوارث. زين هنا الأمثلة هذه مهمة جدا. هنا احنا خلصنا هذه الملزمة.